يا مساء السعادة على عيونكم. يلا بينا نعمل مع بعض أكلات إن شاء الله خدي فكرة منها تنفعك في رمضان. أول حاجة هنعمل الفطيرة ديت، ممكن نعملها بلحمة مفرومة أو بفراخ، يعني الحشوة اللي تعجبك. أول حاجة أنا نزلت بالفراخ، ده حوالي نص كيلو من الفراخ مقطعاها صغير، ويا ريت يعني تخلي الطاسة تسخن قوي قبل ما تحط الفراخ، علشان ما تنزلش مية وتفقد العصارة بتاعتها. بعد بقى ما نزلت بالفراخ، بنزل بالبصل على طول، وبعد كده الخضار بقى انا جايبه فلفل الوان وطماطم، وبعدين نحط ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات، واسيبها بقى لغايه لما تستوي خالص. وهنا بقى انا كنت عامله عجينه بكوبايه لبن وميه ودقيق وخميره طبعا، وسبتها لغايه ما تخمر. وهنا بعد ما خمرت بقسم بقى العجينه نصين، وهنا بقى جبت الصينيه عشان اشوف مقاس العجينه الفردة يعني بتاعتنا، ورحت بقى حطيتها بقى في الصينية من تحت، وبعدين حطيت الحشوة. بعد كده بحط جبنة. لو ما عندكيش جبنة مش مشكلة يعني، بس بتديها طعم برضو. اي حتة جبنة عندك كده، شيدر، جبنة تركي، اي حاجة يعني. هنا بقى بعد ما نزلت عليها بالجبنة، احط بقى النص التاني اهوت انا فردته وحطيته بقى عليه، وبعد كده بحطها في الفرن. وبعدين قطعتها وحطيت لها بقى كاتشب، وبقت بالشكل ده، وكانت خطيرة يعني، جميلة جدا. هنا برضو يوم تاني ممكن انا كنت جايبه سمك تونة، لو حسيت ان السمك يعني قليل، ممكن تحمري جنبيه بطاطس وسلطة ورز. يوم تاني ممكن نعمل كشري اصفر اللي هو كشري اسكندراني، وسلقت بيض وحمرت بطاطس وطماطم، وده كام قرن فلفل كده عشان نحبش جنب الاكل. هنا بقى كنت عند ماما، كانت عامله مكرونه بشاميل وبطاطس وبتنجان وسلطه. طبعا هي مش مكتره البشاميل، بس عادي يعني شغال، وكان طعمها حلو يعني. هنا بقى انا عملت عجينه بميه، ما حطيتلهاش لبن خالص، بميه بس وسكر وملح وخميره. هنا بقى انا عجنتها على الرخامه. بصي عشان تعجني على الرخامه يعني بتبقى العجينه سهله معاكي، يعني بتعمليها كده وتسيبها شويه، وبعدين تكمليها. لما بتسيبها شويه كده بتربي عرق، وبتبقى سهله معاكي في العجن. بعد كده بسيبها بقى لغايه لما خمرت، وبعدين كورتها كور صغيره بالشكل ده كده، وبعدين بططتها بقى. انا عملت منها شويه على البوتاجاز، وشويه بقى عملتها زي السندوتش كده في الفرن يعني. على فكرة في فيديو لوحده للقرص دي. هي بصوا، هي اللي هو كان بديل الفينو، بيتعمل زي سندوتش كده، بتبقى جميلة جدا. انا عملتها كده وبتدهنيها سمنة، يعني سمنة بسيط كده من الرغيف، وتتنيه يعني، وتحطيه بقى في الفرن. انا عايزة اقول لكم خطيرة، وبمية بس. هنا بقى انا عملت بقى، كان عندي كام حتة فراخ اللي هي من الصدر دي اللي العيال مش بياكلوها، فبعملها زي البانيه. وعملت سلطة وبطاطس اهو. بصوا ده بقى اللي هو الساندوتش اللي انا حطيته في الفرن. وتعملي بقى سندوتشات كده بتبقى طعمها جميل، وبصل وبتاع ده، سلطة يعني ببصل وسماق وطماطم وخضرة، وديت لا بتاع ده، قولوا معايا، تومية بيتي. انا عملتها خطيرة جدا، وان شاء الله هبقى انزل لكم الطريقة بتاعتها. ويوم تاني عملت لهم مكرونة وبطاطس وسلقت بيض وحمرته بقى كده، بيبقى حلو برضو. وقطعت لهم طماطم. ويوم تاني عملت فراخ وشوربة وسلطة، فراخ كده مقطعة برضو صغنن كده، بتبقى برضو حلوة قوي. يوم برضو كده تغيير يعني. هنا بقى عشان نحلي بقى تعبنا بقى من الحادق بقى. انا جبت بيضة، نزلت عليها بورقة فانيليا، وقلبتها كده بالمضرب، وبعدين حطيت لها كوباية سكر وكوباية لبن. بصوا ديت لا هي كيك ولا هي بسبوسة، بصوا حاجة كده اختراع. وكوباية زيت بس. انا عايزة اقول لكم كانت خطيرة، كان طعمها جميل جدا. بقلب بقى المكونات، وحطت لها كوبايتين دقيق سيمولينا اللي هو دقيق السميد. هنا بقى ببتدي يعني بنقلب بالمضرب. انا قلبت من المضرب كويس اوي لغايه لما السكر يختفي خالص، وبعدين حطيت كوبايتين دقيق سميد وكوبايه دقيق ومعلقه بيكنج باودر، بس كده. وبعدين بقلبها بقى مش كتير بقى خلاص، يعني تقلبتين بس كده.
وبعدين جبت صينية مدهونة مادة دهنية زيت او سمنة، بنحطها بقى فيها بالشكل ده كده، وبعدين بنحطها على فرن 180 طبعا بنكون مسخنينه من قبلها. هنا بقى هنعمل الشربات او السيرب، هنحط كوباية سكر ونزلت عليهم بكوباية وربع مية واسيبها تغلي، وبعدين بحط لها بقى ايه عصرة ليمونة، وبعد ما تطلع بقى من الفرن بحط لها بقى الشربات وبقطعها. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.